ما تم حظره في بعض دول العالم. لعبة الحروف رومانيا. تعتبر هذه اللعبة هواية للعديد من السكان حول العالم، ولكنها في رومانيا تعتبر غير قانونية وتم منعها لأن الرئيس الروماني يعتبرها عبارة عن ثقافة بشكل مفرط. غذاء الهاجس. الولايات المتحدة. الهاجس عبارة عن غذاء اسكتلندي مستخلص من الأغنام، وهو طعام غير شرعي في الولايات المتحدة لأنه غذاء غير آمن على الجسم. الضرب. السويد. على الرغم من أن الآباء أصبحوا يتجهون إلى الابتعاد عن أسلوب الضرب مع أولادهم، ولكن مما لا شك فيه أنه في بعض الأحيان يلزم في تأديب أولادهم قليلا، ولكن في السويد منع الضرب من قبل الوالدين لأبنائهم نهائيا. ارتداء الملابس الصفراء. ماليزيا. في عام 2011 قررت الحكومة الماليزية حظر أي ملابس صفراء، بما في ذلك القمصان والسراويل والأساور وأربطة الحذاء والقبعات. وكان السبب في هذا القانون الجديد أن الأصفر هو اللون الرئيسي للحزب السياسي المعارض في ماليزيا. أفلام كلير دينز. الفلبين. في عام 1998 أثناء مقابلة مع الممثلة كلير الدنماركية قدمت تصريحات عن مدينة مانيلا في الفلبين أنها مدينة رائحتها كرائحة الصراصير، وأن الناس الماكثين هناك ليس لديهم أذرع أو سيقان. منذ ذلك الوقت لم يعد مرحب بها داخل الفلبين، ومنعت أفلامها من العرض داخل نطاق الفلبين. العارضات. إيران. في عام 2009 أصدرت الحكومة الإيرانية حظرا للعارضات غير الملتزمات بالزي الشرعي. السفر عبر الزمن. الصين. قررت الحكومة الصينية منع الأفلام التي يتمحور موضوعها حول السفر عبر الزمن، موضحة أن ذلك شيء تافه وسيء لا جدوى من عرضه. الكاتشب. فرنسا. تم حظر استخدام الكاتشب في الطعام باستثناء البطاطس. لعبة الخفافيش. الولايات المتحدة. هذه اللعبة لها القدرة على تسجيل الصوت وتكراره، فتم حظرها لأنه من الممكن أن تقوم بتسجيل معلومات سرية مهمة. الأكياس البلاستيكية. بنغلاديش. تم حظر هذه الأكياس للحفاظ على سلامة الغذاء، وتم حظر الأكياس البلاستيكية بعد ذلك في فرنسا وتنزانيا والمكسيك وبعض المدن في الولايات المتحدة أيضا. كرسي المشي للأطفال. كندا. يفضل معظم الناس وضع أطفالهم في هذا المكان لتعويدهم على المشي، ولكن في كندا تم حظر هذا العمل لسببان. السبب الأول هو الخوف على الطفل من السقوط من على الدرج، والسبب الآخر هو التأخر في ظهور علامات النمو.